السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بالنسبة للأشياء اللي أنا مقدمها حضراتكم، وكنت عارض أشياء في الفيديو السابق، ولكن عندي بقية الحاجة متواجدة حاليا، وعندي حاجات بكميات. أي إنسان محتاج أي شيء يتواصل معايا عن طريق الهاتف بالنسبة للقطعة أو القطعتين أو أي شيء هو محتاجه، وأنا أفضل اللي محتاج الحاجة ياخدها على بعضها. عندي الأشياء المتواجدة حاليا. أنا كنت هعرض الفيديو، ولكن كنت هتكلم داخل الفيديو، كنت هجزأه بالنسبة للصوت وبالنسبه للصوره، ولكن انا حابب اظهر الحاجه لان الحاجه عندي هنا انا مطبقها، فمش هتبقى واضحه لحضراتكم. ولكن بالنسبه للاستفسار، لان ناس كتيره بتقول لي يا استاذ مصطفى ممكن تعرفني الحاجه وزنها ايه؟ ممكن تقيس لي الحاجه بالنسبه لشبر الايد؟ طب ممكن تعرفني المقاسات؟ طب ممكن طب انا الحاجات دي هتتعبني انا يعني جسديا ونفسيا وصحيا. فانا دلوقتي هعرض لحضراتكم وهديكم رقم الهاتف اللي تتواصلوا من خلاله من الاخت اللي عارضه الحاجه وتستفسروا عن كل شيء حضراتكم حابين تستفسروا عنه. لان انا النهارده عشان افرش الحاجه لحضراتكم، افرش قطعه، فالحاجه عندي كتير وعندي حاجات كتير وانا ما عرضتهاش. عندي حاجات متواجده، لكن انا عندي المكان ضيق مش مناسب اللي انا اعرض الحاجه، سواء بالنسبه للشكل، سواء بالنسبه للون، سواء بالنسبه للمقاس، سواء لاي شيء تخص اي قطعه بالنسبه للاطفال او الحريمي او الرجال. فانا ان شاء الله نبذه بسيطه هظهر الحاجه واحده واحده للاشياء. اي حد محتاج اي حاجه ياخدها لي سكرين ويبعتها لي على الواتس وانا تحت امره. وانا افضل اي حد عايز ياكل عيش ياخد الحاجه لو محتاجها على بعضيها. وعندي الاشياء اللي انا ظاهرها حاليا، طبعا كل حاجه بالنسبه للاسعار متفاوته، بمعنى ان الاسعار عندي بتبدا من 5 جنيه. بتبدا من كام؟ بتبدا من 5 جنيه. في حاجه ب5، في حاجه ب10، في حاجه ب15، في حاجه ب20، حسب الحاجه وحسب نوعها وحسب قماشتها وحسب نظافتها. طب الاشياء المتواجده حاليا خلفي مباشره عن يميني وعن يساري. طب بالنسبه للاشياء انا هتكلم في اسعارها بكل حاجه انا امسكها، ولكن انا في اشياء انا ما عنديش المام باسعارها، لاني انا عشان اسال صاحبتها دي بكام ودي بكام ودي بكام، فمش هقدر ان انا يبقى عندي المام بالاسعار كلها، ممكن اخطا في حاجه. فاي حد هيتواصل معايا عن طريق الهاتف هياخد رقم الاخت ويتواصل معاها وياخد سكرين، او يجي يشرفها في مكان سكنها واللي هو عايزه تحت امره. اي حد عايز اي شيء تبعته له مفيش اي مشكله، ولكن انا اسف المشوار هيكلفها. بمعنى النهارده عشان حضرتك تطلب منها قطعه او قطعتين، فانا اسف مش هتيجي لحضرتك على قطعه ب5 جنيه او ب10 جنيه وتكلف نفسها مواصلات رايح جاي، فهي مش هيبقى ليها كده اي مكسب. فانا ارجو من حضراتكم اي انسان الاخت هتوديها له في اي مكان، حتى لو عايزها في مكان سكنه مفيش اي مشكله، ولكن هنضيف له اضافه بسيطه بالنسبه للماديات. فاظن ده ما يزعلش حد، لان حضرتك هتبقى قاعد معزز مكرم في مكانك، والحاجه هتجيلك لحد بيتك توصيل. فان شاء الله لو الحاجه جات لك توصيل هيبقى فيه يعني شيء من الماديات، ولكن هيكون حاجه بسيطه فوق الحساب اللي حضرتك طالبه. ولكن لو حضرتك حابب تاخد الحاجه حوالي 10 قطع هتختلف طبعا بالنسبه للنقل، هتبقى الاضافه بسيطه جدا. لكن ما حدش يجي يقول لي يا استاذ مصطفى انا عايز قطعه واحده ب5 جنيه وهتاني في الحته الفلانيه، فمش هينفع مبدئيا. واللي عايز يجي يشرفنا مكان سكن الاخت اللي بتظهر الحاجه مفيش اي مشكله بالنسبه لنا. طب يا استاذ مصطفى بالنسبه للاشياء اللي قدام حضرتك ممكن نتفرج عليها مفيش مشكله. عندي اول حاجه عندي كاوتش انا عاجبني شخصيا، عندي كاوتش شكليا بالنسبه للنعم او بالنسبه للشكل العام الخاص بيه، حاجه محترمه وحاجه جيده وحاجه يعني انا شايفها بفضل الله كويسه جدا. عندي كاوتش مبدئيا كسعر عامل 50 جنيه. دي طبعا انا دي اللي انا اعرف سعره، ولكن بقيه الكاوتشات في منها ب10، في منها ب15، في منها ب20. فانا ان شاء الله بعد ما اخلص المقدمه هقدم لحضراتكم بالنسبه للكاوتشات تتفرجوا عليها. واللي عايز حاجه، لان في اخت عجبتني قالت لي يا استاذ مصطفى طب حضرتك النهارده انت يعني فرجتني الفيديو السابق عديت على الحاجه من غير ما تقف عشان اقدر اخد سكرين. فاللي عايز اي حاجه انا هفرج حضراتكم على الحاجه واحده واحده. فانا اسف على اطاله الفيديو بالنسبه للمقدمه، لان الوصف والشرح بيعم ناس كتير بتبقى محتاجه للتوضيح، لان في ناس في المحافظات بتحتاج حاجات شحن تقول لي يا استاذ مصطفى انا عايزين حاجه شحن، ولكن الحاجه عايز اتفرج عليها جيدا على اساس ما اجيش الحاجه الاقي اوصاف غير الاوصاف اللي انت ظاهرها داخل الفيديو. فان شاء الله مبدئيا عندي اول حاجه الكوتش اللي ظهر امام حضراتكم. طبعا الكوتش زي ما واضح امام حضراتكم دي بالنسبه للتفاصيل، دي الشكل الامامي وعندي هنا الشكل الخلفي. الكاوتش مش متهان
مش مقطوع، ما فيهوش اي خرابيش، ما فيهوش اي شيء، تلبيسه خفيف جدا، استعماله لا يذكر. ده بالنسبه للكاوتش. طب عندي بالنسبه للتيشيرتات، عندي هنا تيشيرت اطفالي في منتهى الجمال، حاجه بفضل الله قيمه وحاجه جميله جدا، وحاجه على ما اظن ما اتلبسش قبل كده، والله اعلم، ولكن انا يوحي لي التيشيرت من خلال نظري ليه ان التيشيرت في منتهى الجمال. الحاجه اللي عندي هنا على فكره ان شاء الله اللي هيكون له نصيب في اي قطعه يحاول انه يكوي الشيء اللي هياخده، لان المكوه بتظهر الحاجه اللي انا عارضها لحضراتكم. انا عارضها من غير مكوه، من غير اي شيء، يعني ما غسلتش، ما كوتش اللبس، لان انا ما بحبش، مش مبدئي ان انا اغش اي شيء في العرض اللي انا بعرضه. حاجه زي ما حضرتك بتشوفها داخل الكاميرا هتيجي لحضرتك بنفس الوصف، بنفس الشكل، بنفس اللون، مفيش اي شيء مختلف تماما. اي شيء ما يعجبش حضرتك انا تحت امرك وتواصل معايا، مفيش اي مشكله بالنسبه لي ان شاء الله. بالنسبه للاوصاف انا هعرض لحضراتكم اول بنطلون. عندي هنا اول بنطلون اطفال. طبعا بالنسبه للمقاس في اشياء بالنسبه للبادج بتبقى المقاس مكتوب عليها، وفي مقاسات عشان انا افتش في كل بنطلون هيبقى صعب وهياخد معايا وقت، ولكن انا هعرض البنطلون امام حضراتكم زي ما موضح في الصوره. دي اول حته. طب دي سعرها كام؟ انا ما عنديش خلفيه بالنسبه للسعر، طبعا التواصل هيبقى من خلال الاخت وحضرتك هتعرف السعر كام. عندي دي القطعه الثانيه بالنسبه للبنطلون الثاني زي ما موضح امام حضراتكم في الصوره، حاجه بفضل الله شكليا. وعندي بالنسبه للتلبيس زي ما ظهر امام حضراتكم، عندي الجيوب الداخليه. اي انسان حابب يعرف ان كان البنطلون مستعمل استعمال شديد او استعماله خفيف جدا بيبص للجيوب الداخليه. عندي الجيوب الداخليه بافتة، عندي الجيوب بفضل الله بافتة. عندي البنطلون من جوه بالنسبه لشكل الضمور بافتة، يعني ده يوحي ليا ان البنطلون بفضل الله مفيش استعمال ليه. والبنطلون عندي هنا منه الجينز ومنه اللوكرا، ولكن استعماله خفيف واستعماله بسيط واسعارهم بسيطه جدا. ده البنطلون الثاني. عندي بنطلون ثاني اولادي يتماشى بناتي ويتماشى صبياني، يعني على اي شكل مفيش اي مشكله. عندي البناطيل زي ما موضحه لحضراتكم واسعارها بسيطه، حد حابب ياخد حاجه للاطفال للمدارس للبيت مفيش اي مشكله. عارفين حضراتكم الاطفال بتبهدل اللبس في مده قريبه جدا، فعندي زي ما موضح لحضراتكم عندي البنطلون ده بنطلون تقطيع، ده موضه، يعني البنطلون ده هم على ما اظن الاطفال بيحبوا يلبسوا الاشياء اللي زي كده. فعندي البنطلون زي ما موضح امام حضراتكم دي شكل، وعندي شكل ثاني، عندي اشكال كتير جدا، ولا انا مش هقدر افرد كل الاشياء المتواجده واعرضها لحضراتكم، لان عندي هنا عندي شويه ملابس انا حاططهم على بعض، لان المكان عندي ما يسمحش ان انا افرش الحاجات دي، ومفيش شماعات متواجده عشان افرش لحضراتكم الحاجات دي، ولكن انا بعرض بعض الشيء على اساس بوصل لحضراتكم المعلومه. عندي هنا بنطلون اطفالي، وعندي هنا بنطلون شبابي زي ما وضح امام حضراتكم على استيك مش على عراوي زي ما وضح امام حضراتكم. وعندي بنطلون ثاني هنا اولادي. عندي بالنسبه للبناطيل اكتر حاجه متواجده عندي البناطيل اولادي، وعندي هنا بناطيل ترنجات. عندي طبعا البنطلون زي ما ظهر امام حضراتكم، عندي الطرطشه اللي فيه دي موضه نازله في البنطلون، انا مش هقول بوي لا، دي موضه نازله في البنطلون. وعندي هنا تاني بنطلون ترنج، طبعا اسعارهم على ما اظن بسيطه، لان في حاجات بتبدا مش بالنسبه للجنس ولكن بالنسبه لجميع البناطيل، في حاجات بتبدا من 5 و10 و20، بس ما اظنش في البناطيل الجنس، ولكن في اشياء تاني بتبدا من 5 ل10 ل20 زي انا ما وضحت لحضرتك. عندي هنا بنطلون اهو، وعندي بنطلون ترنج تاني. البناطيل بفضل الله روعه وحاجه محترمه وحاجه كويسه جدا زي ما موضح امام حضراتكم. عندي بنطلون ترنج تاني اهو، عندي بنطلون جينز اهو زي ما موضح امام حضراتكم، حاجه بفضل الله قيمه وحاجه كويسه جدا. وعندي تيشيرت جميل في منتهى الروعه، حاجه بفضل الله كويسه وحاجه محترمه. وعندي تيشيرت تاني قطن، تيشيرت بفضل الله شبابي، تيشيرت كويس ينفع يتخرج بيه، يبقى تيشيرت خروج، وينفع يتقعد بيه في البيت، وينفع لو اي حد شغال بالنسبه للنقاشه او للمحاره او في اي حرفه بالنسبه لاي شغلانه تخص المعمار، محتاج اي قميص، محتاج اي بنطلون، محتاج اي تيشيرت، احنا تحت امره بالنسبه للهدوم، سواء هيخرج بيها سواء هدوم شغل، مفيش اي مشكله، اي شيء متواجده ومش بفلوس. النهارده عشان حضرتك تجيب تيشيرتات زي كده قطن والقطن بتاعها تقيل، هتلاقي بفضل الله سعره يتخطى معاك ال 70 جنيه، ده لو هتجيبه مستعمل من ابو الاولاد. عندي التيشيرتات زي ما موضح امام حضراتكم هنا في الصوره. طبعا التيشيرت عندي منه بكم ومنه بنص كم، وعندي عدد تيشيرتات تاني حوالي 7 تيشيرتات بالشكل ده انا كنت
كنت عارضه في الفيديو السابق ب 20 جنيه. طبعا عندي منه اشكال، يعني عندي منه كم، وعندي حاجه بنص كم، حاجه بفضل الله محترمه وحاجه قيمه وحاجه كويسه جدا بدون قطع بدون بهتان في لون القماش، حاجه كويسه بفضل الله. وان شاء الله اللي هيكون له نصيب في الحاجه دي سواء هياكل عيش منها هيكون له ليه رزق كويس وربنا يصلح حاله. وان شاء الله بالنسبه للتيشيرت الاخير زي ما وضح امام حضراتكم، دي بالنسبه التيشيرت الاخير اللي تحت ايدي اللي انا اقدر امسكه بايدي، لكن التيشيرتات عددها كتير وعندي حاجات كتير جدا وحاجات متوفره جدا. وعندي هنا جلباب رجالي، طبعا الشكل زي ما وضح امام حضراتكم. عندي طبعا سعرهم بسيط جدا. انا كنت حابب اسال الاخت قبل العرض ولكن لعدم النسيان ما حبيتش ان انا اعرف الاسعار، هي تتواصل مع حضراتكم من خلال الهاتف. بعد ما تتواصلوا معايا انا هديكم الرقم. عندي دي عبايه بنص كم، عبايه بيتي جميله تنفع لاي حد يلبسها في الصيف. وعندي هنا جلباب تاني طبعا رجالي زي ما وضح امام حضراتكم، حاجه زبديه في منتهى الجمال. النهارده حضرتك عشان تجيب حاجه زي كده بتتخطى معاك ال 250 جنيه، ولكن انا اقسم بالله عارف الحاجات دي معروضه مش بفلوس، لان الاخت لما كلمتني انا حرام ابخس لها الحاجه، لان هي قالت لي يا استاذ مصطفى زي ما حضرتك تقول في الفيديو، ان قلت بخمسه هبيع بخمسه، ان قلت ب 2 جنيه هبيع ب 2 جنيه، ان قلت بجنيه هبيع بجنيه، ولكن حرام لا تبخسوا الناس اشياءها. فطبعا اللي هيتواصل معاه زي ما تقول له بسعر الحاجه ما يجيش عليها ويشتري منها بما يرضي الله ورسوله، لان هي مشكلتها اعز احتياج للقرش، وفي نفس الوقت هي بتقول اللي هياخدهم على بعض باي مبلغ ما فيش اي مشكله بالنسبه لي. بس انا قلت لها يا بنتي حرام، لا انت هتعرضي الحاجه اعرضيها بالقطع والحاجه عندك كويسه والحاجه قيمه، فانت ما تقطعيش برزقك، لان اي انسان يتواصل معاكي كلمي معاه بما يرضي الله، ما تجيش عليه وما تجيش على نفسك. يعني الحاجه لو الحاجه دي تسوى 10 جنيه قولوا له ب 10، تسوى 20 قولوا له 20، تسوى 50 قولوا له 50. يعني كانت عايز تعرض الكاوتش ده بمبلغ باهظ، فما ينفعش حرام، ما ينفعش اللي هي تبخس حاجتها، لان قالت لي يا استاذ مصطفى عرض لي الحاجه باي مبلغ، اي حاجه تيجي من وراه مش اي مشكله، فانا حرام اللي انا ابخسها. فاظن ده ما يزعلش المشاهدين والمتابعين، لان الحاجه بفضل الله انا شايفها اقسم بالله الحاجه كويسه والحاجه جميله جدا. بالنسبه للاسعار حاليا حضرتك ما تعرفش تجيب اقل بنطلون زي ده عشان حضرتك تجيبه والله العظيم بيعمل مبلغ. النهارده انا بخش محلات كتير جدا بلاقي البناطيل مش مكويه ومحطوطه على بعضيها، وبيتكلم في البنطلون ب 250 و400 جنيه. 400 جنيه بنطلون اطفالي ما يجيش 2 شبرين في شبرين، وبيتكلم في 400 جنيه. لكن النهارده لما تيجي تتكلم معاه في بنطلون باسعار بسيطه، يعني هي بتقول لي يا استاذ مصطفى انا والله لو اتكلم معاكم في الاسعار اللي هي بتقولها لي حرام ما ينفعش ابخسها. فعندي طبعا البناطيل اهي زي ما اوضح لحضراتكم، عندي حاجات شيك وحاجات كويسه، وعندي هنا قميص رجالي مقاسه كبير، قميص زي ده اقسم بالله لو اتحط في الانتيكات اللي بتتحط في الحاجه اللي بتتحط ويتعمل له التلبيس بتاعه ويتكوي هيتكلموا في مبلغ وقدره. ده النهارده انا بشوف حاجات ملهاش منظر خارجيا وداخليا وبتتعرض بسعر عالي جدا باسعار متفاوته، فانا بجيب لكم حاجات بتنفعكم انتم سواء في الشغل سواء في الخروج سواء في اي شيء، فالله يبارك له اللي ياخدهم على بعض يبقى ليه احلى لقمه عيش فيهم. وعندي البناطيل اهي زي ما موضحها لحضراتكم، وعندي هنا شورت في منتهى الجمال او جيبه للاطفال، حاجه محترمه وحاجه كويسه. وعندي بنطلون تاني، انا طبعا الحاجات قدامي كتير فانا هتعب عشان اوصف لكم الحاجه ورا بعضيها واحده واحده. عندي البنطلون اهو زي ما موضح امام حضراتكم، وعندي شال في منتهى الجمال، يعني الشال اللي خايف ياخد ايده وينزل، الشال تقيل يعني الله يكون في الغن اللي هتحطه على، لان تقيل يعني دي شال شتوي تقيل، حاجه قيمه جدا وحاجه في منتهى الجمال وحاجه كويسه، واسعارهم اقسم بالله اسعارهم بسيطه. طبعا انا كده اظن خلصت كل المعلومات اللي عندي، فان شاء الله انا هقرب كاميرا الهاتف ونبص على المحتوى من الداخل، واللي عايز اي حاجه يتواصل معايا ان شاء الله. نكمل الشرح والوصف بالنسبه للاشياء المتواجده داخل الفيديو، وفي اشياء متواجده تاني، ولكن اللي محتاج اي كميات ان شاء الله موجوده، واي مقاسات ان شاء الله موجوده، واللي عايز اي حاجه ان شاء الله ابعت له رقم الاخت يتواصل معاها. وان شاء الله هي ملحوظه، هي عامله جروب واتس، اللي حابب يخش الجروب الواتس الخاص بيها، لانها عندها ملابس كتير وبتتاجر في حاجات كتير زي حالاتي، اي حاجه بتجيلها سواء خضروات سواء فاكهه سواء اي شيء يخص البقاله يخص اي شيء ان شاء الله يلاقيه في الجروب، يخش الجروب بتاعها. بس انا اسف مش هقدر اذكر الرقم، ولكن ان شاء الله لو حابب يتواصل معايا ياخد رقمها ويتواصل معايا يشوف هو عايز ايه ويستاذنها يخش الجروب معاها وهي تحت امره. عايز اي شيء توصيل للمنزل اي حاجه، هي ما فيش اي مشكله، اي حاجه تخص مستلزمات المنزل
المنزل، عندها كفة استعداد توصلها لحد المنزل بتاع اي انسان، والمقابل هيبقى بسيط. يعني هي ما بتجيش على حد، هي كل هدفها في الحياة اللي هي تاكل عيش بما يرضي الله ورسوله بالحلال، رزق ليها ولاولادها. فان شاء الله نكمل داخل الفيديو بالنسبة للوصف والشرح. بسم الله، توكلنا على الله. ان شاء الله بالنسبة للاشياء المتواجدة زي ما ظهر امام حضراتكم في الصورة، كنت عارض في المقدمة امامكم، ولكن اللي كان خلفي مباشرة ما كانش ظاهر، وانا حابب اوضحه لحضراتكم بالنسبة لكاميرا الهاتف. ولكن اللي محتاج اي قطعة او قطعتين، انا اتكلمت مبدئيا القطعة ابتداء من 5 ل 10 ل 15 ل 20 جنيه، ولكن اللي حابب ياخد اي شيء يتواصل مع الاخت من خلالي لتلبية جميع احتياجاته. ولكن عندي المقاسات مختلفة بالنسبة للرجال والحريمي والاطفالي والشبابي، ولكن انا لو كنت حابب اظهر الشغل افضل من كده باداء وجودة اعلى، كنت ممكن اعمل اعادة تأهيل وتدوير بالنسبة للكوي وبالنسبة للشكل العام، ولكن انا بحب اظهر الحاجة طبيعتها اللي انا جايبها بيها، لان انا جايب الشغل داخل شنط وعرضت على طول زي ما ظهر امام حضراتكم في الصورة. فردت الشغل على طول بدون غسيل بدون مكوى، نفس شغل بولاء ابو العلا، ولكن انا بخرج نفسي من المواقف السيئة. بحب اعرض الحاجة مباشرة على اساس اي انسان يكون له نصيب في اي قطعة يعمل لها اعادة تدوير، سواء بالنسبة للغسيل او بالنسبة للكوي. وعندي الحاجة اشياء محترمة، عندي هنا عدد 2 بليزر، عندي هنا توينز، وعندي بعض من القمصان الداخلية الحريمي، وعندي بناطيل اطفال، وعندي كاوتشات. عندي اشياء بفضل الله شكليا تحفة وشكليا جميلة، وملابس بكميات وبفضل الله بدون اي عيوب، بدون اي قطع، بدون اي شيء يعيب السلعة. عندي هنا بعض من الجرافطات جميع الاشكال والالوان، وحاجة قيمة جدا وباسعار بسيطة. وعندي بعض من الملابس الشتوية، وعندي هنا لو بصينا في بعض من الكاوتشات وبعض من الملابس اللي انا ما قدرتش افردها لحضراتكم لان عندي كميات كتير، ولكن انا ما حبيتش لدي المكان اللي انا اعرض اي شيء، ولكن عرضت بعض الاشياء المتوفرة سواء بالنسبة للكاوتشات او الصنادل او اي شيء انا بذكره لحضراتكم داخل الفيديو من الاشياء المتواجدة. عندي الحاجة بعرضها لحضراتكم فيها الجديد وفيها المستعمل استعمال بسيط، ولكن بالنسبة للاسعار لا تذكر. بالنسبة للاشياء المتواجدة حاجة جيدة وحاجة كويسة جدا. اظن انا بوضح لحضراتكم على اساس اللي محتاج اي شيء ياخدها لي سكرين ويبعتها لي. ان شاء الله التواصل هيكون من خلال الاخت، ونكمل داخل الفيديو ان شاء الله. اظن انا كده وضحت وظهرت كل المعلومات وخلصت كل المعلومات اللي عندي، وان شاء الله اللي عايز اي حاجة يتواصل معايا عن طريق الهاتف، واسيب رقمي تحت الفيديو. ولكن بالنسبة للرقم 03 وحيد 33 76 71 8، وبالنسبة للعنوان صفة اللبن محافظة الجيزة امام مدرسة طه حسين او احمد شوقي الابتدائية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.